اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم ايتن عبدو. عايزين النهارده اول ما ندخل من باب شقه عروستنا وعريسنا نقول ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يهني العروسين يا رب في حياتهم ويرزقهم بالذريه الصالحه ويرزقهم بالسكينه والسعاده والفرح والهنا، قادر يا كريم يا رب، ويعمر بيهم دايما في بيتهم. تعالوا نتفرج كده على كل تفصيله في شقه عروستنا النهارده وعريسنا. ربنا يا رب يبارك لهم في كل حاجه عندهم. مبدئيا الريسبشن مكون من انتريه، تمام، ومع الانتريه الترابيزه الصغيره اللي هي المدوره، وكمان مقابل ليهم نيش صغير. وده طبعا الافضل ان هي ما زحمتش الريسبشن عندها. شقتها تقريبا نفس تصميم شقتي الاولانيه، اول شقه انا سكنت فيها، فلذلك كنت برضو حاطه الصالون عندي في الريسبشن بس، ومكان النيش ده كنت حاطه برضو نيش برضو. بس كان حجم مختلف شويه عن الحجم اللي عند العروسه. ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجه عندها. ترابيزه ما حطيناش عليها مفرش، هي شكلها رقيق وبسيط، حطينا عليها بس القطع اللي اتحط عليها اللي هي الانتيكات. حطينا الوراقه وحطينا شيل الكحك وطفايه، تمام. والستاير برضو كان ذوقها رقيق جدا وبسيط، مطعمة بشغل ستانلس كده على البلتكنة نفسها من فوق. بالنسبة لحجم السجادة كان ما شاء الله حجمها كبير، مستوعب تقريبا العرض بتاع الريسبشن كله، تمام. وجايبة برضو المشايات نفس ستايل السجادة بالظبط. تعالوا بقى نفتح مع بعض ظرفة النيش ونتفرج عليها مع بعض ونقول ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. حاطط لها في اول رف طقم شربات ومعاه طقم كاسات لونه اسود. تاني رف حطيت طقم خشاف ومعاه طقم كاسات كريستال. تالت رف حطيت فيه هنا جزء من الطقم الصيني، والرف اللي بعده حطيت برضو جزء من الطقم الصيني، طعمتهم ببعض الكاسات. بقية الأطباق بتاعة الطقم الصيني عشان تبقى سهل عليها استخدامها حطيتها لها في الدرج اللي تحت في النيش. وده كده شكل العام للريسبشن. تعالوا ندخل على المطبخ. هو الباب اللي عنده ستارة من جوه، لميت لكم بس الستارة كده على جنب عشان اوريكم الشكل العام للمطبخ. هو المطبخ اصلا في المكان ده بيبقى صغير، تقسيمة المطبخ بتبقى صغيرة. انا تقريبا مطبخي كان 160 عرضه بس، من فوق ومن تحت، مكنتش عاملة واحد التاني لان المطبخ اصلا بيبقى حجمه مش كبير. فكويس ان هي ما شاء الله برضو لحد ما مستغلة برضو كذا مساحة في المطبخ. ولو انتي برضو مطبخك صغير كده حاولي تستغلي المساحة عندك لفوق، يعني استغلي ارتفاع السقف على قد ما تقدري علشان تلمي حاجتك كلها بارتياح. ده شكل البوتاجاز بتاعها، كان نوعه زانوسي، هي جايباه ما شاء الله 5 عيون. وكويس قوي ان هي كمان كانت مفتحة في الوان سيراميك وفي الوان المطبخ نفسها عشان ما يبقاش مقفول، لان خصوصا المطابخ الصغيرة دي ما بتبقاش عايزة الوان غامقة خالص. تعالوا نتفرج مع بعض على الضرفة دي. طبعا انا كل ما بروست حاجة او عند اي عروسة لازم مثلا على ما اجي اصور او افنش يكون في تاتش كده اتحط مختلف او حاجة اتغيرت من مكانها. هنا حطيت الكاسات والكوبايات اللي هي ممكن تقدم منها للضيوف. اول رف تحت، تاني رف فوق حطيت فيها الكاسات اللي ممكن متستخدمهاش كتير، وبرده كوبايات وفناجيل. وبرده طعمت كده ببعض المجات، هي كانت جايبه مجات شكلها عسول كده بغطا، وبيبقى معاها معلقه كده حطيتها لها كده في الوش عشان تبقى تدي شكل للضرفه يعني. هنا حطيت لها الضرفه دي فيها الاجهزه، حطيت لها الكيتشن ماشين وحطيت الهاند بلندر، وفوق مكنه الزبادي وكمان مكنه الفشار. حاولت على قد ما اقدر كمان ان انا اقلل من القطع بتاعه الهاند بلند الكيتشن ماشين سوري. حطينا الاساسيات والباقي شلناه. ما شاء الله هي كان عندها طقمين اطباق، حطيت لها القطع اللي هي مش هتستخدمهم منها هنا، يعني الفناجيل والكوبايات والحاجات اللي هي مش هتستخدمها منها قوي. فوق برضو لميت كل بقى الطقم ده كامل مع بعض فوق، ما عدا الاطباق. طبعا الاطباق بتاعه الطقمين حطيتهم لها في المطبقيه عشان تستخدمهم، وبقيه القطع اللي مش بتستخدم كتير حطيتها في الوحده، تمام. دي الرخامة. هنا حاطط برضو عليها الأساسيات على قد ما قدرت. انتوا شايفين ما شاء الله المطبخ ما كانش فيه حرفيا مكان جوه. ربنا يبارك لها يا رب في كل حاجة عندها. في أول رف هنا حاطط لها طقمين حلل، تمام. تاني رف حطيت هنا تيفال وحطيت معاه الجرانيت. تاني رف حطيت بقى الصواني بتاعة الفرن والقوالب، وكمان الكنك واللبانة والطاسات حطيتها فوق القوالب والصواني. دي الأدراج بتاعة الرفاية. حاولت الأول درج يكون فيه الحاجات اللي هي هتستخدمها الأساسية. برضو دي من ضمن الحاجات اللي يعني بتتحط كده بعد ما انت خلاص تلاقي حاجات محطوطة. غالبا بيكتشفوا ان في حاجات زيادة فبيحاولوا ان هم يوظفوهم جزاهم الله خيرا. هنا حطيت في الضرفة دي البلاستيكات بقى، صواني اللي هي الميلامين، وكمان اطباق البلاستيك وعلب التلاجة. حاولت برضو على قد ما اقدر ان انا الم كل الحاجات في الضرف اللي انتوا شفتوها. اخر ضرفة دي كان موجود فيها الخزين. بالنسبة للرخامة من فوق هنا حطيت لها طقم الشاي والسكر والقهوة، وفوقيه طقم التوزيع أو طقم التوابل. وهنا حطيت برضو الحاجات الخاصة بالبوتاجاز كلها جنب بعض، والحاجات الخاصة بالكوفي كورنر كلها جنب بعض يعتبر. في الجنب ده محطوط هنا الميكرويف على رف. يعني المفروض كان ينزل سيكة شوية عشان بس تعرف هي تستخدمه بارتياح.
بس طبعا احسن ان هو مش موجود على الرخامة. على الرخامة كان هيبقى صعب جدا مع الحاجة اللي موجودة اصلا على الرخامة. زي ما قلت لكم هنا حاطط لها الاطباق بتاعة الطقمين، يعني لما لها الطقمين كلهم الاطباق بتاعتهم في الضرفة، بحيث ان هي لو حابة تستخدم ده او ده يبقى كل استخداماتها موجودة. كمان حاطط لها كوباية مية وكوباية عصير، كوباية شاي، كوباية قهوة، زي ما انتم معتادين مني. في الضرفة اللي تحت الحوض طبعا بتلم فيها المنظفات وادوات التنظيف كلها مع بعض. كمان كانت جايبة ستيكر كده شكله لطيف قوي، اللي هو الاسود ده، مش ستيكر، هو خشب يعتبر. لزقوه هنا في بداية المطبخ كده بالشكل ده. وبكده خلاص احنا خلصنا المطبخ مع بعض. المطبخ سخنور، ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجة عندها، قادر يا كريم. تعالوا دلوقتي بقى مع بعض ندخل على الغرف دي. الطرقة بتاعة الغرف فيها 3 أبواب: باب الغرف بتاعة النوم والأطفال، وكمان مقابل غرفة الأطفال اللي احنا بنفتحها دي التويليت. تمام، قولوا لي ايه كده رأيكم في الأضواء؟ هتلاقوا فكرة برضو لطيفة قوي في باب غرفة النوم، ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. انا عن نفسي برضو كنت عامله نفس النظام بتاع السراير كده، كنت حاطه الاتنين سرير وفي نصهم كومودينو، وبرضو كان فيه نفس الفكره، فكره المرايه. شكل والوان كمان غرفتها مريح جدا للنفس ما شاء الله ربنا يبارك. والمفرش كمان عشان ساده وهادي، فتحسوا برضو مدي تاتش يعني بسيط للغرفه. هي حاطه هنا التلاجة ومحطوط كمان الدولاب، لان التلاجة مبيبقاش ليها مكان تاني خالص برا، بيبقى الموضوع صعب. برضو انا عن نفسي كنت حاطه التلاجة بتاعتي في نفس الغرفه. هنا بقى لمينا كل المفروشات بتاعة الأطفال وكمان مفروشات غرفة النوم. تعالوا نتفرج كده على مفروشات الأطفال ونشوف احنا حاطين لعروستنا ايه. فأول رف فوق هنا حطت لها اللحاف بتاع سرير الأطفال، كان شكله ما شاء الله أمور قوي، وهو ليه وشين، وش فيه رسمة والوش التاني فيه زي قلوب كده بسيطة. الرف ده حطت لها فيه الملايات وحطيت معاها الفوط في النص بالشكل ده. اما هنا حطيت لها الكوفرتة بالملاية بتاعتها وحطيت معاها كده دفاية، وفي النص حطيت لها فوط، والفوط اصلا كان معاها الدبدوب ده. وتحت حطيت لها برضو نفس اللحاف اللي موجود فوق، بس ظهرت رسمة مختلفة ليه. اما في الضرفة دي حطيت لها بطانية للسرير الكبير وحطيت معاها برضو بعض الفوط وظهرت الرسومات اللي عليها. تحتيها على طول محطوط الملابس، طبعا على الشماعة. ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب في كل حاجة عندها، قادر يا كريم يا رب. الغرفة بسيطة جدا وهادية، ربنا يعمر بيهم في بيتهم يا رب، ويرزقهم فيها الذرية الصالحة، قادر يا كريم. هنا بقى عملت لها الطوق ده، انا حبيته جدا، بص لدرجة ان انا كنت بفكر اديهولها ولا لا، بس قلت لا، هو نصيبها ورزقها ان انا اعمله واديهولها. كنت جايبة القواقع دي عندنا من سوق السويس، تمام، سوق الاسماك. في محل معين كده بيبيع بصراحة قواقع وحاجات تحفة، حتى بيعمل اصلا اكسسوارات وحاجات بحرية شكلها جميل جدا. اشتريت منه بعض القطع وبدأت ان انا انسقها على الطوق بالشكل اللي انتوا شايفينه. ودخلت معاه بعض الفصوص اللولي كده المدورة. بالنسبة للتسريح حطينا عليها المفرش الفرو ده، بما ان اصلا الفاميل اللي عليها غامق، تمام. ورصينا عليها بقى البرفانات وبعض من الميك اب البسيط، وكمان بعض الاكسسوارات اللي موجودة عند العروسة. ربنا يا رب يبارك لهم في كل حاجة عندهم، قادر يا كريم. عجبتني فكرة المراية اللي موجودة، اللي هي برضو فيها إضاءات وموجود معاها درج، ومن ورا المراية برضو استغليناها وعملناها برضو شماعة، وعلقنا فيها الاكسسوارات اللي هي السلاسل والحاجات اللي عند العروسة. كانت فكرتها برضو لطيفة. هنا على المفرش بتاع غرفة النوم كان هادي جدا ورقيق. حاطة هي كومود واحد جنب السرير، والكومود التاني موجود جنب الدولاب. هي منسقة ألوان السجاد، داخل فيها كافيهات، وكذلك الأمر الستاير داخل فيها تدريجات الكافيه كده، بس بشكل بسيط. تعالوا نتفرج كده على شكل الدولاب وفرشناه ازاي مع بعض. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هي كانت عاملة هنا في الدولاب ضرفة فيها ازاز فومي، والضرفة التانية خشب كاملة. المفروض ان في اضاءة جوه الدولاب، بس ما كانش فيه فيشة قريبة ليا بصراحة ان انا انورها. بس طبعا لما بيكون منور بيبقى شكل حلو جدا، حتى لو الضرفة نفسها مقفولة بتدي شكل حلو. طبعا عشان الضرفة دي مفيهاش ملابس الا اللي على الشماعة، فبرضه سهل ان هي ممكن تتفتح او يعني تتساب برضه الازاز بتاعها كاشف للي جواها، خصوصا اللي جواها اصلا اغلبها مفروشات. حطيت لها في اول ضرفه كده زي ما انتم شايفين، او في اول رف سوري، مفرش قطيفه، وحطيت معاه لحاف زي ما انتم شايفين. الاضاءه موجوده هي فوق في الدولاب. هنا حطيت لها الكوفرتة دي وحطيت جنبها الملايات الكلاسيك. تحت هنا حطيت الكوفرتة دي بالملاية بتاعتها، وحطيت جنبها بعض الفوط. تحت حطيت الملايات المودرن، وحطيت جنبها دفاية. يعتبر كده احنا خلصنا كل المفروشات اللي موجودة في الدولاب مع بعض. كان نفسي جدا ان انا انور لكم الاضاءة، كانت اكيد هتفرق في الشكل العام وهتظهر لكم الشكل بشكل افضل. بالنسبة للبانكت لمينا فيه الشنط، وكمان الغطا بتاع السرير، البطانية اللي هيتغطوا بيها.
بحيث ان يعني ما تكونش مثلا موجودة في مكان يكون ظاهر. وقت ما العروسة تحب تفرشها، وقت ما تحب تشيلها يبقى الموضوع سلس معاها وفي مساحة ان هي تتحط يعني فيها. وبكده فيديو النهارده معانا خلص. اتمنى يكون محتوى الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، وقولي كمان ايه رايكم في الاطواق اللي انا عملتها للعروسه وفي شقتها العروسه. ربنا يبارك لها فيها، وما تنسوش تدعوا لها كمان دعوه حلوه بما ان احنا ايام مفترجه. ربنا يا رب يبارك لها في حياتها وفي شقتها ويرزقها فيها الخير والسكينه قادر يا كريم يا رب. اخر حاجه معانا هنا في الشقه هي التويلت. اتمنى يكون محتوى الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك. كان معاكم ايتن عبدو، صاحبه قناه فرش عرايس للسويسه. السلام عليكم.